أخبار المغرب، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. المتهمة بقتل الطالب أنور تكشف عن السبب الرئيسي لارتكاب الجريمة الشنعاء. وإلى التفاصيل. علمت جريدة أخبارنا المغربية من مصادرها الخاصة أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة مع الفتاة القاصر المشتبه في ارتكابها لجريمة قتل للطالب الجامعي أنور بطنجة نهاية الأسبوع المنصرم كشفت تفاصيل مثيرة من شأنها أن تزيل الكثير من الغموض. وقالت مصادرنا أن المشتبه فيها صرحت خلال البحث التمهيدي أنها تعرفت على الشاب أنور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان دائم التواصل معه وكان يصر عليها حتى تأتي لزيارته بالشقة التي يكتريها بحي مسنانة بطنجة. وأضافت المصادر ذاتها أن الفتاة القاصر ذات 17 سنة أكدت أنها وافقت على مرافقة الهالك لشقته المذكورة، حيث حاول هذا الأخير ممارسة الجنس عليها، وهو الأمر الذي رفضته وقاومته بعدما حاول استعمال القوة لإجبارها على ذلك. وفي محاولة للدفاع عن نفسها قامت بطعنه بواسطة سكين مطبخ عدة مرات حسب ما صرحت به للضابطة القضائية. هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم الفتاة القاصر أمام أنظار النيابة العامة يوم غد بعد استكمال التحقيق معها من طرف عناصر الشرطة القضائية، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها الضحية الذي يبلغ من العمر 20 سنة.